ما تيجوا نعرف هي ليه محافظات مصر بقى اسمها كده. يعني مثلا هي ليه بورسعيد اسمها بورسعيد؟ انت لو فكرت كده في الاسم هتلاقي ان معناه ميناء سعيد. طب اصلا هو مين سعيد؟ واشمعنى بقى سعيد برضه؟ ليه مش حسين مثلا؟ احب اقول لك ان كلمه سعيد دي بترجع لمحمد سعيد باشا والي مصر، وزيها برضو بور فؤاد، واللي منسوبة للملك فؤاد ملك مصر ووالد الملك فاروق. نسيبها بقى ونروح للإسماعيلية اللي بترجع للخديوي إسماعيل، وبرضو اسكندرية بترجع لاسم الإسكندر الأكبر. سهلة دي أظن. أما بقى القاهرة فدي ليها معنى عميق شوية، وهو قهر الأعداء، واتسمت كده بعد ما بناها جوهر الصقلي. وأحب أقول لك إن جده كان حلواني، يعني سيد حجاب لما قال في أغنيته اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني ما كانش بيكذب ولا بيحور. وفي ناس تانية قالت لا، القاهرة اتسمت على لقب كوكب المريخ المعروف باسم الكوكب القاهري، والقاهرة دي مش في مصر بس، ده اسم 18 مدينة تانية حوالين العالم، بس طبعا القاهرة بتاعتنا حاجة تانية. أما بقى أسوان فكان اسمها أصلا سنو، واللي معناها أصلا السوق، لأنها كانت منطقة تجارة القوافل اللي جاية وراجعة من النوبة. المهم إن اسمها فضل يتحرف لحد ما بقى اسمها دلوقتي أسوان. نيجي بقى لأسيوط، ودي أصلها كلمة فرعونية من سأوت ومعناها الحارس، وبعدين قرروا يزودوا لها حرف الألف لحد ما وصل الاسم في الاخر لأسيوط. اما بقى الاقصر فهي مدينة الاعمدة اللي بتشبه القصر، وعلشان كده العرب سموها الاقصر اللي هي جمع قصر. نرجع بقى لصعيد مصر تاني وبني سويف، والاسم ده اصلا مكتوب غلط لانها كانت منفسوية بالقبطية، لكن في فترة حكم المماليك الكلمة فضلت تتغير لحد ما وصلت لبني سويف. اخر حاجة بقى، تعرف ان ميدان التحرير كان اسمه ميدان الاسماعيلية؟ والله زي ما بقولك، لكن بعد التحرر من الاستعمار في احداث 1919 اتغير اسمه لميدان التحرير. قولنا في الكومنتات عايزيننا نتكلم عن محافظات ايه تانية لسه ما قلناهاش.